يلا بقى كفاياكي كسل، قومي من تحت البطانية كده وتنشطي. رمضان على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو، النهاردة روتين تنظيفات رمضان. أول تنظيفات رمضان. لو انت لسه مش بدأتي، يلا بقى ايه، ابدأي معايا كده وقومي تنشطي. وان شاء الله الفيديو ده هيديكي طاقة إيجابية، اللي انت تخلصي كل اللي وراكي كده قبل رمضان، ويدخل علينا رمضان بالخير يا رب والبركات، وكل واحد يحقق كل اللي يتمناه. اول حاجه يا بنات ايه، زي ما انتم شايفين كده الفطار. النهارده بقى ايه، قلت بقى اظبط نفسي كده في الفطار عشان عندي شغل جامد جدا. عارفين انتوا البنزين بقى. كان عندي عيش شامي، فحطيت بقى جبنه تركي وحطيت فلفل وطماطم، وعملته كده ايه زي الكريب وحطيته في الساندوتش ميكر. وبعد كده هعمل بقى كوبايه الشاي بلبن المتينه كده، وهقعد افطر عشان اقدر. بصوا، عايزه اقول لكم اليوم ده اتفرمت والله العظيم. بس فهقعد افطر بقى، وبعد كده هنشوف ورانا ايه. لو انت جديده معايا، يا ريت تنوريني بقى وتشتركي في القناه واكتبي لي كومنت قمر كده شبهك يا حبيبه قلبي. وشكرا للكومنتات بتاعتكم الجميله، بجد ربنا يخليكم ليا ولا يحرمني منكم ابدا. وشكرا على تفاعلكم في الفيديو اللي فات اللي هو فيديو المشتريات. وان شاء الله الفيديوهات الجايه كلها هتبقى معظمها، يعني هيبقى فيه طبعا وصفات طبخ، وهتبقى معظمها روتين. لاني زي ما انتم شايفين كده انا مش هعمل الشقه كلها في يوم واحد. انا شقتي ما شاء الله كبيره، فهاخد يعني كل يوم اوضه. تمام. والمطبخ بقى عايزه اقول لكم اللي انا قعدت فيه يومين. ان شاء الله بقى ايه همنتج الفيديوهات دي، وان شاء الله هبقى انزلها لكم الفتره اللي جايه علشان ايه تتنشطوا. اي واحده لسه ما بداتش تقوم بقى ايه وتبدا معايا. فطرت يا بنات الحمد لله. طبعا ايه، اول حاجه كده البخور بقى، فتحت بقى الشبابيك وهبخر الشقة كلها كده علشان الطاقة الإيجابية تدخل كده الشقة، وتحس كده. بصوا أنا بجد البخور ده يعني بيديني طاقة كده. بس يا بنات، ومهم جدا طبعا وانت بتبخري اللي انت تفتحي كل الشبابيك، ما ينفعش تبخري والبلكونات والشبابيك مقفولة. بصوا اليوم ده اصلا الجو كان تحفة، الشمس كانت طالعة والسماء صافية، ففعلا اليوم ده كان يشجع كده اللي انت ايه تشقلطي الشقة. تمام. بس فبصراحة كان الجو مشجع جدا اللي انا ابدأ اليوم ده. بخرت الشقة بقى يا بنات، وبعد كده هتشوفوا بقى ايه اول حاجة هبدأ بها ايه. طبعا يا بنات بصوا، انا اول حاجة هلم بقى كل المفارش اللي هي محتاجة تتغسل خلاص، اللي في الشقة كلها، اللي على الكومودينات والترابيزات والريسبشن والسفرة وكل حاجة. كل المفارش دي هاخدها كده ايه والمها. كل حاجة عايزة تتغسل هلمها. طبعا يا بنات انا قبل ما الم المفارش بقى والحاجات اللي عايز تتغسل، طبعا كنت مظبطه الدواليب من جوه، اللي هي الدواليب بتاعه الهدوم، مطبقاها ومظبطاها. درج عايز يتظبط، درج شرابات، درج حاطه فيه اي حاجه ظبطي. والكراكيب بقى على قد ما تقدري لمي وارمي. تمام. انا بصراحه ما بحبش الكراكيب جدا، ولكن عندي بقى اولادي ايه، مثلا لو في اسلاك شواحن او كلام من ده حرمي ده، لا سيبيه، مش عارف، لا سيبيه. فتلاقوا إيه حاجات كده محطوطه بالاكراه يعني. المهم انت تخلصي من اي حاجه كده انت مش محتاجاها ومش بتستخدميها، وظبطي دواليبك اول حاجه. وبعد كده ايه لميت بقى المفارش وفكيت ستاير اللي هي محتاجه تتغسل. وقلت اول حاجه كده ايه هشغل الغساله على المفارش. تمام. وشلت طبعا مفرش السفرة وترابيزة المفارش بتاع ترابيزة الصالون وكده. دي يا بنات أوضة الليفنج، شلت الستارة بتاعتها، ولكن النزلات اللي هي نازلة دي لا أنا مش هغسلها، هي نظيفة. تمام. عندي برضو يا بنات الستائر بتاعت الريسبشن، كنت لسه غسلاها قريب فمش هفكها. فانتي بقى ايه اللي تلاقيه محتاج ان هو يتغسل يتغسل. وهكذا برضو في السجاد. انا عندي سجاد يا بنات عايز يتغسل يعني غسيل اللي هو الغسيل بميه وكده، وفي غسيل وفي سجاد عايز يتغسل ايه على الناشف كده يا بنات. بصوا بقى هنا انا حطيت معلقه كربوناتو وكلوريكس الوان وخل. تمام. يبقى شويه خل، كلوريكس الوان وكربوناتو، وحطيت كمان معطر. معطر يا بنات فريدة ده. ده كان اهو هو ده. ده يا بنات كان بريحة ايه
العود كان بالعود، ولما خلص يعني اللي انا بعمل بيه دلوقتي ده العود، ولما خلص جبت واحدة تانية بس جبتها بالياسمين، ريحتها حلوة قوي برضو. العود والياسمين حلوين جدا الاتنين. الازازة دي يا بنات تقريبا ب25 جنيه، يا ب25 يا ب30، بس تقريبا يعني 25. خلاص هتلاقوها متوفرة عند أي حد بتاع منظفات، ريحتها حلوة جدا. بصوا بقى، حطيت كده وبالفرشة بقى وقعدت عملت كده السجادة كلها كده بالفرشة. لو في بقعة، هي ما كانش فيها بقعة بصراحة ولا أي حاجة، ولكن قلت كده تنور معايا ويبقى ريحتها حلوة، وأحطها في الشمس. وطبعا قبل ما أعملها بالفرشة كنت مشفطاها بالمكنسه اللي بالكهرباء عشان لو فيها تراب ولا اي حاجه، وبعد كده هعملها بالفرشه. تمام. بالنسبه للمعطر يا بنات ينفع تحطيه في بخاخ وتزودي ميه وترشي بيه، يعني ترشي بقى على المفروشات وكده. وانا كمان بعمل بمسح بيه الارض، يعني في ميه المسيح بتقلبي برضو شويه معطر، في غسيل السجاد بتحطي شويه، بجد ريحته حلوه جدا. وهستخدمه في حاجات تانية كتير كمان هقول لكم في الفيديوهات الجايه، وهقول لكم كمان على اهم المنظفات اللي لازم تكون موجوده عندك في البيت، بالذات لما تيجي بقى تنضفي تنظيف عميق كده زي التنظيفه بتاعه رمضان كده. في منظفات معينه كده المفروض ما تستغنيش عنها، تبقى موجوده عندك. ان شاء الله هقول لكم عليها تقريبا بقى هقول لكم كده الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بس يا بنات المهم بقى شفطت كده كل السجاد، ومسكت كده بالميه بقى البلاستيكه دي اللي انا حاطه فيها الخل وكلوريكس الالوان والمعطر، ومسكت بقى كل السجاد اللي محتاج يتعمل كده بالفرشه، وخليته زي الفل. خلاص هطلع بقى كل السجاجيد دي كده احطها في الشمس. بصوا الجو كان جميل بجد. في بقى يا بنات السجاده دي برضو انا عملتها دي يا بنات بقى دي الحافظات دي عندي 2 من دول محتاجين ان هما يتغسلوا. خلاص هنا حطيت شويه مسحوق بودر وكلوريكس الوان. ده علشان يا بنات تقريبا كده هغسل الشجره. تمام. الشجره دي بصوا عايزه اقول لكم الورق بتاعها اتعمل خالص، اتقطع. فجبت واحده بدلها اللي انتوا شفتوها في فيديو المشتريات. تمام. ودي برضو مش هستغنى عنها، ولكن ان شاء الله كده هظبطها برضو. هحاول كده اشوف في حاجات بتتركب فيها عند اللي بيبيع الزرع ده، ان شاء الله هظبطها، يعني مش هفرط فيها. فالمهم يا بنات غسلتها، وعندي الزرعه دي برضو اللي بتتحط في البلكونه هغسلها برضو مطربه، فغسلتها كده بشويه كلوريكس الوان وميه ومسحوق كده، وبعدين ارجع اشطفها بميه نظيفه، بتبقى زي الفل. خلاص اي حاجه كده عايزه تتغسل كده اغسليها. ما تسرحيش بقى مع الفيديو، حطي لايك للفيديو، اعملوا شير يا بنات بجد. واهلا وسهلا بكل حد جديد نورني في القناه، بجد اهلا وسهلا بيكم. وحبايب قلبي بقى اللي معايا من الاول، بجد ربنا يخليكم ليا، وشكرا لدعمكم ليا. اهو يا بنات غسلتها وحطيتها بقى تتصفى، وشطفتها بميه. هنا يا بنات مليت البانيو كده حوالي نصه، وحطيت كلوريكس الوان، وحطيت شويه مسحوق برضو اوكسي او برسيل اي حاجه كده بودر اهو، وكلوريكس الوان. لو عندك برسيل جل كمان تقدري تحطي. تمام. طبعا الكلوريكس الالوان يا بنات مش بيعمل رغاوي كتير، فده بيبقى حلو فيه، بحيث ان انت لما تغسلي الحاجه وتيجي تشطفيها فما تدوخكيش في الشطف بتاعها. غطست بقى يا بنات الحفظات دي، انا مش بغسلها بالفرشه، بصوا بسيبها كده شويه بتنزل بقى اي حاجه. بصوا لون الميه اتغير على طول، كانت محتاجه فعلا ان هي تتغسل. فهسيبها بقى كده تتنقع شويه في البانيو، وبعد كده هدوس عليها برجلي كده. عارفين لما بنيجي نغسل البطاطين يا بنات بنحطها في البانيو ونفضل ندوس عليها كده برجلينا، انا بعمل كده في الحفظات، مش بغسلها بالفرشه ابدا. بفضل اغير عليها الميه وبتبقى زي الفل. هنا يا بنات الغسيل خلاص خلص اللي في الغساله، المفارش يعني. فتعالوا بقى ننشرها مع بعض. انتوا بنات امشوا بالترتيب ده، يعني زي ما قلت لكم كده الدواليب من جوه، اي حاجه عايز تتظبط كده من جوه، وبعد كده لموا بقى اي حاجه عايز تتغسل، سواء كان سجاد مفارش ستاير الحاجات دي كلها. وبعد كده هنمسك بقى حاجه حاجه. طبعا انا بحب ابدا من بره،
يعني البلكونات، لاني لو انت نظفتي اوضه والبلكونه متبهدله بالمنظر ده، اللي هيطلع البلكونه هيبهدل لك الشقه. تمام. فابدأي كده ايه بالبلكونه. عندي البلكونه دي كانت متبهدله شويه، والجو الفتره اللي فاتت كان فيه تراب وكده، فالمهم ايه عملتها كده بالمقشه يا بنات. وبعد كده هبتدي بقى ايه اللي انا امسح الارض يعني. طبعا البلكونه دي يا بنات فيها ارفف كده، فانا لمعتها ومسحت السور طبعا قبل ما احط السجاد. فعندي السور والارفف خلاص كده انا لمعتهم يعني. تمام. وغسلت الشيش كمان بتاع البلكونه، ولكن انا ما صورتش الكلام ده علشان ما تزهقوش مني وعشان الفيديو ما يطولش عليكم. هنا يا بنات بقى ايه بمسح الارض اهو برضو بكلوريكس الوان ومسحوق وجنرال، وحطيت معطر برضو. معطر بصوا بيوديكوا في حتة تانية خالص بجد، ريحته حلوة قوي. مسكت بنات كده بقى ايه قلبت ميه. انا عندي هنا صفايه في البلكونه، فبقلب ميه بقى براحتي. تمام. عملت بقى كده بالمقشه، دعكت الارض كده كويس، وبعد كده ابتديت اقلب ميه نظيفه. وعندي الترابيزه دي برضو بتاعت البلكونه، وعندي الكراسي، مسكت كله كده ايه غسلته. بيبقى حلو قوي يا بنات لما بيبقى فيه صفايه في البلكونه وتشتغلي كده براحتك بقى. غسلتها اهي بقت زي الفل، وهسيبها كده ايه تتصفى. والكرسي برضو نفس الكلام. لو انت بقى عندك خرطوم بيوصل بقى من الحنفيه مثلا للبلكونه بيبقى افضل طبعا، ولكن انا ايه كنت ماليه ميه كده وحطها جنبي، ولما بحتاج كنت ايه بقلب ميه. بصوا الارض اهي يا بنات بقت زي الفل. البلكونه عندي اهم حاجه اهو كده. خلاص البلكونه عندي خلاص. تعالوا بقى ايه, هنا الحفظات اتغسلوا وصفيتهم، وهرجع ايه اشطفهم. وبصوا بفضل بقى كل شويه اغير الميه لغايه ما بحس ان الميه خلاص بقت صافيه وبيضه يعني. كده خلاص. حطيت بقى شويه معطر كده في ميه الشطف، وهرجع اشطفها تاني. بصوا ما ورايش حاجه، ارجع اشطف لغايه ما احس ان الميه خلاص رقت. هنا بقى يا بنات بجيب الكرسي ده عشان الكرسي ده مخرم. عندك سجاد، عندك بطاطين عايزه يتصفى يعني تصفيها، الكرسي ده بيبقى حلو قوي يا بنات. حطيه كده في الحمام، وحطيت عليه بقى الحافظه عشان تتصفى. هرجع تاني يا بنات احط بقى كلوريكس الوان وبودر علشان اعمل بقى بقيه السجاد. انا بصوا عملت كام سجاده كده على الناشف اللي هما في البلكونه، ولكن المشايات دي كانت محتاجه ان هي تتغسل، محتاجه ان فعلا هي تتغسل. فانا يا بنات بحط ميه سخنه وكلوريكس الوان ومسحوق بودر، وبسيبها تتنقع كده شويه. بتنزل بقى ايه اي بقعه فيها اي حاجه، تسيبيها كده تتنقع في الميه السخنه. الميه السخنه بقى دي لغسيل السجاد يا بنات بتبقى حلوه جدا. بس بسيبها بقى تتنقع شويه كده في البانيو بالمسحوق وكلوريكس الالوان. تيجي بقى تغسليها بالفرشه هتلاقي الموضوع سهل جدا وبتنضف معاكي بسرعه. ابتديت بقى يا بنات اغسلها كده بالفرشه، وهتلاقيها بقى معاكي. بصوا اشيل بقى بعد كده المسحوق كده بالمساحه، وبرجع يا بنات بقى ايه اشطفها واحطها برضو في البانيو نفس الطريقه اللي انا شطفت بيها الحافظه، بشطف بيها السجاد. وبفضل اغير عليه الميه في البانيو، بس بحاول انزل كده ايه المسحوق كده من عليه قبل ما اشطفه. خلاص. وهو مش عامل رغاوي قوي يعني، علشان انا حاطه كلوريكس الوان ما بيعملش رغوه قوي. دول يا بنات 2. المشايات دي مشايات الطرقه 2، فهما الاتنين كانوا محتاجين ان هما يتغسلوا. وعلى فكره كان في برضو سجادتين كده وانا غسلتهم بصراحه، ولكن ما صورتش يعني. كده يا بنات خلاص السجاد عندي اهو اتغسل المشايات دي. وهحطها بقى ايه اشطفها بقى في البانيو في ميه نظيفه كده. وفي اخر ميه يعني بعد ما اغير الميه من عليها كذا مره ابتدي بقى احط شويه معطر. خلاص. تنشري بقى السجاد تشم الريحه بجد يعني. ويا سلام بقى لما السجاد ينشف
دي يا بنات المشايه التانية. يا سلام بقى لما السجاد ينشف وتجيبي بقى البخاخ اللي هو فيه المعطر وترش عليه كده. على فكره الدراي كلين بيعمل كده، اللي بيغسل السجاد تحت عندي في وش البيت دراي كلين بيغسل سجاد، بشوفه بيعمل كده على فكره. وبيطلع يعني لما بنزل له السجاد كمان اللي ساعات بنزله، فبصراحه السجاد بيطلع لي ريحته جميله، لان هو بيرش معطر بعد ما بينشف خالص ويسيبها كده ايه في الشمس. كده خلاص يا بنات هسيبهم بقى يتصفوا وهمسح الارض كده بتاعت الحمام. اتمنى ان الفيديو يكون اداكي طاقه كده ايجابيه، واكتبي لي في الكومنتات تحت انت بداتي ولا لا، وما تنسيش لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.